السلام عليكم طلاب. عندنا حل أسئلة الماتلاب أو أسئلة مادة البرمجة أكسل وماتلاب الامتحان النهائي جروب B3 و A3. فهاي اللي عندي هي أسئلة مجموعة B3. راح أبدأ بحل الأسئلة سؤال سؤال إن شاء الله تستفادون من الشرح. عندنا السؤال الأول: باستخدام برنامج الإكسل أعمل على إنشاء جدول رسم العلاقة البيانية y يساوي ساين 2x زائد كوساين 2x للقيم من 0 إلى 360. بس هنا انتبهوا شوية، من 0 إلى 360 درجة بعدد نقاط 200 بعدد نقاط 25 محولا القيم بوحدات الراد مستخدما أسلوب التعبئة التلقائية والصيغة في إدراج القيم مع ملاحظة كتابة خطوات العمل. يعني هسه أولا ايش عندنا قيم الإكس، عندنا قيم الإكس ايش قد رايد مقدار التزايد أو كم نقطة رايد من 0 ل 360 بمقدار 25 نقطة. احنا عندنا الرقم ايش قد النهائي؟ عندنا 360، فنقسم 360 على 25 يطلع عندنا مقدار التزايد مثل ما راح اسوي وتشوفون. 360 تقسيم 25 المفروض 24 لان نقصت عندنا الصفر فما راح تنحسب. 360 تقسيم 24 يطلع عندنا 15 قراءة أو 15 اللي هو قيمة التزايد بنسبة 15 درجة. وراح نجي نطبق على اكسل. نكتب بالبداية قيم اكس يساوي 0 بالبداية نبدي، بعدين نصعد 15، بعدين باستخدام السحب والإفلات والتكرار راح نحصل على القيم الحد 360. وهاي صارت عندنا 360 أعظم قيمة. وهنا شنو؟ هنا 0، فمن 0 ل 350 ومن 2 ل 26 يعني ايش قد؟ 25 قراءة، 25 قيمة للإكس. هنا ايش مطلوب الإكس؟ رايد محولا القيم بوحدات الراد. احنا مثل ما تعلمنا بالفيزياء شلون نحول الراد؟ اكس راح اكتبها اكس راد، اكس راد. الاكس شو نسوي؟ هنا هاي القيمة نضربها في باي ونقسمها على ايش قد؟ نقسمها على 360. فنضرب هاي شنو هاي؟ اقول يساوي، اسوي اشبه بالصيغة يساوي هاي الخلية ايش قد رقمها؟ A2 في شنو؟ في باي اللي هي 3.14 تقسيم 360 انتر. بالسحب راح تطلع عندي باقي القراءات. هاي القراءات اقلل الفوارز منها مثل ما تعلمنا، اقلل الفوارز اسويها فد مرتبتين او 3 مراتب. فهنا صارت عندنا القيم بالعفو بالراد. هنا قيم الاكس صارت عندنا بالراد. بالبداية 0 هي 0، 15 صارت 13، هنا 3.14. هنا قيمة الواي اذا اجينا هنا وشفنا قيمة الواي نقول الواي يساوي ساين 2x زائد كوساين 2x. يعني هنا الاكس
الإكس ما نكتب إكس، نكتب رقم الخلية اللي بيها قيمة إكس، لأن بالأكثر نتعامل ويا خلايا، مو مثل الماتلاب نتعامل ويا متغيرات. بالماتلاب إذا قلنا 2 نجمة إكس عادي ترهم، بس بالأكسل لا ما تصير. مثل ما راح أسوي، شوفوا الواي شو يساوي؟ ساين 2 إكس كوساين 2 إكس ساين 2 إكس زائد كوساين 2 إكس. هاي كاسم، يعني هذا اعتبره اسم، بينما بالصيغة الصيغة شنو يساوي؟ ساين افتح قوس 2 نجمة يعني في اكس. الاكس شنو هنا؟ الاكس قلنا هي شنو؟ قيمة او اسم الخلية اللي بيها قيم اكس، لان هنا نتعامل ويا خلايا. فاثنين في بي2، يعني هاي البي2 هي تمثل اكس مثل ما قلنا. 2 في بي2 اسد القوس زائد كوساين افتح قوس 2 في شنو؟ نفس الحالة 2 في بي2 اسد القوس واحط انتر. هنا طلعت عند القيمة 1. اجي بالسحب اختصر التعب والجهد بالسحب، تطلع لي كل القيم مثل ما قلنا. نصغر، شوف نسوي 3 مراتب 4 كيفنا. فهو ايش رايد هنا؟ رايد الرسم. هسه احنا المعطيات دخلناها مثل ما يريدوها بالطريقة اللي تريدها الدكتورة او الاستاذ اللي يجيكم. هنا دخلنا قيم اكس، هاي قيم اكس، قيم واي المعادلة واي اللي هي تمثل ساين 2 اكس زائد كوساين 2 اكس، وعدد النقاط مثل، وحولنا الوحدات براد، واسلوب التعبئة التلقائية سويناه، والصيغة في ادراج القيم هم سويناها. تبقى عندكم بس كتابة خطوات العمل. سويت اني ترجمون كلامي ونفس كلامي تكتبونه كتابة. فراح اكمل لكم الرسم. بقى عندنا بس الرسم، لانه وش رايد اعمل على انشاء جدول لرسم البيانات. فهنا الرسم نضغط باي خلية ونروح على ادراج. هنا بنروح على مبعثر اللي هو اسمه سكتر، نروح بعدين هنا ونختار المحاور تحديد البيانات، اسمها بالانجليزي select data تحديد البيانات. هنا هاي اد اضافة، انا شوية اعذروني البرنامج عندي عربي. اضافة شنو؟ الاسم خلينا نقول مثلا واي، او العلاقة بين ساين 2 اكس. ليش نكتب مثلا ساين اكس زائد ساين 2 اكس. هاي كاسم احنا شو نسميه؟ هنا قيم سلسلة س بمعنى قيم الواي عفوا الاكس، فقيم الاكس منها بس نضغط. هنا الافضل يعني الافضل نضغط على العمود حتى ياخذ شكل قيمة ياخذها. وقيم واي صاد يعني واي نضغط هنا ونعطي اوكي. طلع عندنا الرسم هيك. اذا طلع عندكم الرسم هيك يعني الشغل كله مضبوط. هسه هذا السؤال خلاص، السؤال الاول استغرق من عندنا وقت 9 دقائق.
وهو الوقت اللي مخليته الدكتورة 3 ساعة. سؤال حلو ومرتب، بس واحد يكون يعرف الفكرة ويعرف شلون يوزع عدد القراءات على القيم اللي معطينا اياها. هو يعني شيء سهل، ننقص عدد القراءات الناقصة 1 ونقسم على القيمة العظمى اللي هي مثلا هنا 300 من 0 ل 360 ورايدين 25 قراءة. فش نسوي؟ ناخذ ال 360 على تقسيم 24 مو 25. ليش؟ لأن احنا الصفر هاي باعتبار القراءة الأولى، فيطلع لنا مقدار التزايد. نكتب مقدار التزايد هنا بعد الصفر ونحدد الصفر ومقدار التزايد الأول، نسحب بالسحب والإفلات يطلع لنا. فننتقل للسؤال الثاني. السؤال الثاني ننتقل له، نمسح، نجي السؤال الثاني شو يقول؟ السؤال الثاني يقول باستخدام برنامج اكسل اعمل على انشاء جدول باستخدام دالة الشروط if لحساب المعادلة التالية للفترة x من -7 إلى 8 بعدد نقاط 16 نقطة، وأرسم العلاقة البيانية باستخدام التعبئة التلقائية. هنا النقاط مبينة، رايد 16 نقطة، فمن -7 ل 8 هي 16 نقطة. اوكي مبينة، يعني -7 بعدين وراها -6 -5. فشلون راح اكتب؟ راح اقول هنا شنو؟ ارجع قيم اكس بادي ب7، ورا -7 نقول -6، نظلل اول مقدار والثاني سحب، نظلل سحب وافلات. صارت عندي من اي 2 لاي 16 قراءة. اوكي، عندنا هنا شنو الدوخة مال هاي السؤال؟ يقول اذا كانت يقول الواي تساوي 3x زائد 5 عندما الاكس يساوي 0، والواي تساوي 2x زائد 9 عندما الاكس اصغر من 0، والواي شو تساوي 5x ناقص 1 عندما الاكس اكبر من 0. فاحنا هنا ما علينا بالقيم اكبر من 0 اصغر من 0. انا راح اعوض قيمة الخلية اللي بيها قيم x، رقم الخلية اللي بيه قيمة x، وهو الناتج يطلع لي. بس شنو هنا باستخدام if. خلي اقول لكم شلون نستخدم if. هذا السؤال نفسه اعتقد موجود بالماتلاب، وبالماتلاب اسهل، بس هنا ان شاء الله هم راح نحلها بطريقة حلوة. نيجي هنا قيم الواي، نقول الواي، ننزل فنكتب بالبي 1 نكتب اسم المتغير واي، بالبي 2 نكتب يساوي، بعدين الدالة if نفتح قوس if شنو؟ if x يساوي 0 اكتب هاي المعادلة. نقول if x يساوي 0، الاكس هنا هم عندنا خلية، ما نقدر نقول x مثل الماتلاب خلية، فشو نقول احنا؟ نختار اول خلية if a2 يساوي 0. اوكي، if a2 يساوي 0 سيمي كولون. شنو؟ راح نكتب المعادلة. هنا نشوف المعادلة شنو هي؟ معادلة 3x زائد 1، 3x زائد 1 يعني 3 في الاكس هنا هم قلنا قيمة 3 في a2 زائدا 1. بعدين شو نسوي؟ سيمي كولون، نكتب if نفتح قوس if، خلينا نشوف الشرط شنو الثاني. الشرط الثاني if x اصغر من 0، يعني شنو if x اصغر من 0؟ اكتب لي المعادلة x في 2 زائد 9. if a2 يعني x اللي هي تمثل قيمة x، a2 أصغر من 0
سيمي كولون 2 في اكس اللي هي شنو A2 A2 يقدر A2 اي 2 في اكس زائدا 9 زائد 9. ايش راح اسوي؟ اقول سيمي كولون وهم اكتب if وافتح قوس if x اللي هي شنو A2 if A2 ايش بيها اكبر من صفر سيمي كولون. شنو الشرط مالها؟ جواب الشرط. جواب الشرط يقول 5x ناقص 1. if x اكبر من صفر 5x ناقص 1. هسه كتبت if x اكبر من صفر اقول 5 ستار x. الاكس هي بقيمة A2 قلنا 5 في A2 ناقص 1 ناقص 1 اعتقد اي ناقص 1. اسد القوس الاول واسد القوس الثاني واسد القوس الثالث لان 3 اقواس فتحت 3 مرات if فكل if الها قوس لازم اسد القوس 3 مرات واضغط انتر راح تطلع لي القيمة. من تطلع القيمة بالسحب والافلات تطلع كل القيم. اوكي ايش رايد؟ رايد الرسم البياني. رايد اي 16 ورسم العلاقة البيانية باستخدام التعبئة التلقائية والصيغ. ايش بقى عندنا؟ بس الرسم البياني. الرسم البياني اقدر احدد المحاور مباشرة هاي الطريقة الثانية واقول ادراج سكتر يطلع لي مباشرة الرسم. هاي الطريقة الأولى الأسهل. أحدد المحاور اللي أريد أرسمها أريد أرسم بيناتهم راح أعيدها. أحدد المحاور أروح إدراج أو انسيرت مبعثر سكتر يطلع لي مباشرة هو اللي يحدد لي المحاور. هذا السؤال الثاني خلاص. نفتح برنامج الماتلاب. هسه خلاص الاكسل. تعال وياك اشتغل. اشتغل عند الماتلاب. الماتلاب مباشرة نروح للأنفايل لأن ما نتعامل ويا هاي الكوماند ويندو وجماعتها. مباشرة أنفايل رقم 1 نجي على أسئلة. السؤال شو يقول؟ يقول باستخدام التكرار والشروط اكتب برنامج بلغة أنفايل لإيجاد المصفوفة التالية. هنا ايش عندنا؟ هنا لازم اشرح لكم على هاي المصفوفة. هاي المصفوفة من أهم الأسئلة اللي تيجي بالنظري وبالعملي، وهذا السؤال يعني متكرر بأكثر من امتحان. هنا ايش عندنا؟ عندنا هاي القيم 5 5 5 وهنا 5 5 5. بهذا السؤال اختلفت بس هاي السالفة، لأن بباقي الأسئلة هاي القيمة 1 وهاي بالنص القطرية 1 وهاي القيمة 1 تختلف. هنا تشابهت وبنفس الوقت هي اختصرت لنا خطوة بالحل. هسه راح اقول لكم شلون تختصر، بس اوضح لكم هاي المصفوفة شنو معناها. احنا عندنا بالمصفوفات
لكل رمز بالمصفوفة إلى إحداثي. الإحداثي يتمثل باسم المصفوفة وقيمة للآي وقيمة للجي، فكل رقم بهاي المصفوفة ياخذ قيمة للآي وياخذ قيمة للجي. مثلا والآي شنو؟ الآي تمثل الآي تمثل رقم الصف، والجي تمثل رقم العمود. فمن تقاطع الصف والعمود ينطينا رقمين اللي هو رقم الصف ورقم العمود. مثلا هذا المقدار 5 اللي هو بالصف الثاني، هذا الإحداثي مالته بالمصفوفة أي الصف الثاني العمود الأول، يعني أي 2 1، يعني الصف الثاني العمود الأول أي 2 1. هاي 3 أي 2 2. أوكي. هاي 5 أي 2 3، لأن هذا 1 2 3. أوكي. فهنا هذا المقدار أي 2 1، منو الأكبر؟ الآي لو الجي؟ أكيد الآي أكبر، لأن احنا قلنا أي 2 1، فاحنا نبدي دائما بمن؟ برقم الصف. فهنا الصف أكبر من العمود، يعني الآي أكبر من الجي. وهنا ايش عندنا؟ هم عندنا الآي أكبر من الجي، لأن أي 3 1، فالثلاثة هي الآي والجي 1. هنا أي 3 2، الثلاثة المن؟ للصف للآي، والاثنين للجي. هنا نفس الحالة، بس هنا راح تكون عندنا شنو؟ الآي أصغر من الجي، هنا الآي أكبر من الجي. وهنا اللي بالنص مساويات، لأن هنا عندنا أي 1 1 وأي 2 2 وأي 3 3. شلون راح نجي نحل؟ راح نخلي شرط الهذا، واللي هو شرط مالنا شنو؟ لازم يكون الآي أكبر من الجي. فعندما يكون الآي أكبر من الجي راح نقول للحاسبة اكتب قيمة المصفوفة تساوي 5، يعني قيمة العناصر اللي بيها يكون الآي أكبر من الجي 5. وهنا عندما يكون الآي أصغر من الجي اكتب قيمة العناصر التي يكون فيها الآي أصغر من الجي 5. وهنا اكتب قيمة العناصر التي يتساوى فيها قيمة آي مع قيمة جي بالرقم 3. شلون راح يصير الحل؟ بما انه عندنا 3 صفوف و3 أعمدة، فراح نبدي باستخدام الفور. نقول فور آي، أكبر الخط، فونت نرجع للآن فايل. نقول فور اي يساوي من 1 ل3 سيمي كولون انتر. بعدين فور جي يساوي من 1 ل3 انتر. هاي شنو؟ من 1 ل3 3 شنو؟ قيمة الصفوف، لأن قلنا الآي تمثل الصفوف، فالقيمة العظمى للصفوف. وهنا نفس الحالة، بس إذا كانت عندنا مصفوفة من 3 صفوف و5 أعمدة، فراح تكون الآي 3 صفوف والجي 5 أعمدة، وهاي راح تكون من 1 ل3، وهاي راح تكون من 1 ل5. بس احنا هنا ايش عندنا؟ 3 صفوف و3 أعمدة. هنا راح نكتب الشرط الأول اللي هو شنو؟ نبدي منه أو بهذا أو بهذا، ماكو مشكلة، مو مهم التسلسل، المهم نكتب شرط وبعدين نكتب جواب شرط. فهنا شنو؟ عندما يكون الآي أكبر من الجي، لأن مثل ما قلنا هنا الصف الثاني العمود الأول، فالآي أكبر، الآي هنا 2 والجي 1. فهاي القيم الثلاثة راح نخلي لها شرط اللي هو آي أكبر من جي. نقول if I أكبر من J
اسم المصفوفة اللي هو الاي المن للاي بارزة جي، سد القوس نقول يساوي 5. نضغط انتر او نقدر نكتب مثلا سيميكولون ونضغط انتر. بعدين نرجع للشرط الثاني. الشرط الثاني هذا if i يساوي j اكتب 3 لان هنا عندنا الاي واحد الاي واحد واحد يعني الاي والجي مساويات، اي 2 2 هم اي وجي مساويات، واي 3 اي وجي مساويات. فشو نقول؟ نقول if i تساوي الجي شنو؟ نعم، او نقدر نقول else if مو if، هنا else if I أكبر من j else if I يساوي j ال A المن ال I وال j يساوي 3. سيميكولون انتر. مثل ما قلنا هنا مساويات. هنا بالخمسة الفوق شنو؟ ال I أصغر من ال j، راح نقول else if I أصغر من الجي ال A المن لل I والجي يساوي 5. سيميكولون انتر. خلصت المصفوفة. ايش بقى عندنا؟ الفور الها اند، وهاي الفور الثانية الها اند، والاف هي والالس هذن كلهن باند وحدة، هذن كلهن باند وحدة، لان قلنا كل اف الها اند. ايش راح نكتب؟ اند اند اند. اكو مطلب ثاني هنا، ايش قايل؟ ثم قم باستقطاع الاجزاء الموضحة في المصفوفة وحاصل ضرب انساقها. ايش راح نسوي؟ راح نستقطع هو ايش رايد هاي مؤشر هاي العمود الاول والعمود الثاني استقطاع، وراح نستقطع العمود الاول وش نسميه؟ نسميه المصفوفة بي. ايش راح نقول؟ راح نقول بي يساوي اي نقطتين شارحة بارزة العمود الاول استقطعه، والسي شو يساوي لنا؟ العمود الثالث، بس العمود الثالث راح نقول السي تساوي اي نقطتين شارحة بارزة العمود الثالث سد القوس انتر. بعدين الخطوة الأخيرة شنو؟ الخطوة الأخيرة شو يريد حاصل ضرب أنساقها. يا أنساق الأنساق هاي البي والسي، واحتمال الاي والبي والسي، بس ما اعتقد هيك شيء، لان بس البي والسي متكافئات بنفس الرقم، نفس المقدار ونفس الابعاد للمصفوفة. فراح نقول مصفوفة جديدة اللي اسمها ايه يساوي بي. دائما الانساق مو ستار، مو بالنجمة الضرب مالتها، دوت وستار سي. هسه من راح نطبق البرنامج راح شوف ايش يطلع لنا. نحفر، شوفوا هنا طلعت لنا البي، طلعت لنا السي، هنا طلعت لنا المصفوفة هاي المصفوفة ايش قد قيمها؟ قيمها 3 5 5 5 3 5. هسه هاي المصفوفة مبينة قيمها. اذا نجي لهاي المصفوفة، ها شوف هاي المصفوفة 3 هنا 5 5 5 هنا 3 3 3 هنا 5 5 5 نفس الحالة، نفس اللي ردنا نسويه. وهنا المصفوفة ب 3 5 5 مثل هاي 3 5 5. المصفوفة سي 5 5 3 هم نشوفها هنا 5 5 3. إذا شغلنا صحيح و100%.
وحاصل ضربهن، حاصل ضرب الأنساق، يعني 3 في 5 15، 5 في 5 25، 5 في 3 15. اوكي، اذا شغلنا صحيح. وهذا السؤال خلاص، والوقت نص ساعة، 3 أسئلة خلصنا بيها نص ساعة بمعدل 10 دقائق لكل سؤال. يبقى عندنا السؤال الأخير واللي هو سؤال حلو، سؤال الرسم، سؤال كلش حلو وما بيه أي مشكلة وسهل. يقول، خلينا نمسح الأنفايل. ألغي كل الأنفايل. يقول اكتب برنامج لرسم العلاقة البيانية للدوال التالية: y1 يساوي ساين 4t، y2 ساين 5t، y3 كوساين 3t، y4 ساين 3 في t زائدا كوساين t، وللفترة t من 0 لل4 باي، وبتزايد مقداره باي على 50، وعلى أن تظهر الرسوم البيانية بشكل نوافذ مستقلة. من قال نوافذ مستقلة؟ يعني نستخدم سب بلوت مباشرة، سب بلوت. ما دام قال نوافذ مستقلة يعني سب بلوت. إذا قال في نافذة واحدة نستخدم البلوت العادية، بلوت مركبة. وأشكال منفصلة بشكل مصفوفة 4×2. ركزوا لي على هذا الرقم 4×2، وبخطوط وعلامات وألوان مختلفة. يعني كل رسم راح ناخذ التي ويا الواي 1، تي ويا واي 2، تي ويا واي 3، تي ويا واي 4. بس شنو؟ كل رسم له شكل خاص. شلون يعني مثلا واحد نجمة علامته، واحد أحمر، واحد مثلا لون أسود والعلامة مربعة، واحد الخط متقطع، واحد الخط متقطع ونقطة. فراح اشتغل وشوفوا. أول ما نجي نكتب الفترة تي من 0 إلى 4 باي، وبمقدار باي على 50. نجي أنفايل، نكتب هنا CLC، نجي للأنفايل نكتب تي يساوي 0 علامتين شارحة. هنا نكتب فترة التزايد واللي هي باي على شقد على 50. بعدين نكتب القيمة العظمى اللي هي شقد 4 باي، 4 ستار باي، انتر. هنا ايش كتبنا الفترة من 0 لل4 باي، وتزايد مقداره 5 على باي على 50. هنا كتبناها هاي من 0 لل4 باي، هاي 4 باي بهالصيغة تنكتب، فترة التزايد بالنص تنكتب باي على 50. هسه نجي نكتب y1 شو يقول؟ y1 يساوي لنا ساين 4t. يقول y1 يساوي ساين افتح قوس 4 ستار تي، سد القوس، سيمي كولون، انتر. y2 يساوي y2 يساوي ساين 5t. هم نقول ساين افتح قوس 5 ستار تي، سد القوس، سيمي كولون، انتر. اجي للواي 3 يساوي، اشوف القيمة مال واي 3 كوساين 3 تي، كوساين 3 ستار تي، اسد القوس، سيمي كولون، انتر. اجي للواي 4، واي 4 يساوي الواي 4 هنا شنو؟ الواي 4 يساوي ساين 3 تي، 3 في تي يعني 3 تي زائد كوساين تي. اقول ساين افتح قوس 3 ستار تي، اسد القوس، زائد كوساين افتح قوس شنو؟ كوساين التي مباشرة، اسد القوس، سيمي كولون، انتر.
خلصت هنا المعطيات والدوال اللي هي هاي. خلصت المعطيات، اجي للرسم. الرسم قلنا هنا ما دام رايد نوافذ مستقله يعني سب بلوت. السب بلوت شلون تنكتب؟ هنا هذا الرقم وحفظوه 4 في 2. اجي اكتب سب بلوت افتح قوس 4 فارزة 2. هاي هي اللي تمثل اسمها 4 في 2. 4 في 2. اوكي 4 في 2 كم رسم بها؟ 4 رسومات لان 4 معادلات. فاقول 4 في 2 فارزة 1 يعني الرسم الاول. اقول شنو بعدين؟ انتر. بلوت افتح قوس تي فارزة واي 1 فارزة بوتيشن. هاي البوتيشن اللي هي صفات الرسم. صفات الرسم خلي اقول مثلا خطين متقطع يعني او خط مستقيم، واللون والشكل مثلا اس اللي هو سكوير يعني شكلها مربعات، واللون بلاك. العفو كي اسمه. اسد البوتيشن واسد القوس واضغط انتر. بعدين صب بلوت المن صب بلوت للتي العفو صب بلوت للشكل 4 فارزة 2 فارزة الشكل الثاني واسد القوس وانتر. بعدين بلوت شنو؟ للشكل الثاني راح ارسمه. الشكل الثاني شنو؟ يعني الدالة التي والدالة الثانية. اقول سب بلوت افتح قوس تي فارزة واي 2 فارزة روتيشن. اقول مثلا خط متقطع واس اللي هو اي اوكي مربعات باللون الاحمر. اسد البوتيشن واسد القوس وانتر. بعدين صب بلوت المن صب بلوت شكل هو شكل 4 في 2 4 فارزة 2 فارزة الرسم الثالث. اسد القوس وانتر. اقول بلوت حتى ارسم الشكل الثالث. شنو معطيات الشكل الثالث او ابعاده؟ افتح قوس اقول التي ويا من؟ ويا الواي 3 لان هذا الشكل الثالث واي 3. بعدين فارزة. بعدين همين صفات الرسم. صفات الرسم خلي اقول مثلا هسه هذا بدينا بخط. هذا الاول خط لان انا تريد المختلفات. هذا خط متقطع. خلي اقول خط ونقطة خط ودوت. واللون واقول مثلا الشكل نجمة واللون ريد احمر. واسد البوتيشن. من اسد البوتيشن تصير العلامة بنفسجية. من العلامة بنفسجية يعني الصفات حقيقية او ما بها اي مشكلة واضغط انتر. الرسم الاخير اقول صب بلوت افتح قوس اقول الشكل 4 فارزة 2 فارزة الشكل الرابع. اوكي الشكل الرابع الرسم الرابع. بين منه اقول بلوت افتح قوس تي فارزة واي 4 بعدين شنو فارزة روتيشن. هسه اكتب مثلا الصفات عادي اي شيء مثلا اكتب خط متقطع اللون الشكل مثلا الشكل نجمة واللون احمر او مو احمر اللون اسود. اي شكل انتم يعجبكم. اسد البوتيشن واسد القوس واضغط انتر. هسه راح نجي ننفذ نضغط هنا. ايش راح يسوي؟ راح يطلع لنا الرسم. هاي الرسومات الأربعة. تحياتي لكم. شلون هالرسومات حلوة؟ إن شاء الله الشرح عجبكم واستفاديتوا. وشوف الوقت مثالي ساعة إلا ثلث والوقت المحدد هو ساعة. فيا ريت يعني بس شوية تقرون زين وتنتبهون على الأسئلة. وش يريد هو اللي يضبط الأدوات يعرف يتعامل ويا السؤال.
خاصة يعني الأدوات الشرطية اللي هي الفور والإف بأنواعها، وإحنا ما مخيرين يعني ما ملزمين، العفو ما ملزمين باستخدام طريقة واحدة، هو راح يقول باستخدام الشروط والحلقات. وإن شاء الله عجبكم الفيديو، واعذروني على التقصير. في أمان الله.